السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. قبل اي حاجة تعالوا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. مش هقول حطوا لايك النهاردة، ولا هقول لكم انا عايزة مثلا تشجعوني باللايك ولا اشتركوا في القناة ولا الكلام ده كله. انا النهاردة بس معاكم في الفيديو ده، النهاردة كل الفيديوهات اللي انا نزلتها من كام يوم دول كنت مصوراهم من قبل كده. انا تعبانه، انا وعيالي جدا 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 جدا، وهحكي لكم على اللي حصل معايا انا وولادي وجوزي. تمام. النهارده طالعه معاكم في الفيديو ده عشان اقول لكم ايه اللي حصل معانا، عشان برضو تخلي بالكم وتخلي بالكم من ولادكم ومن الاكل اللي انتوا بتقدموه لولادكم. تمام. حرفيا 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 بجد 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 والله العظيم انا وولادي وجوزي كنا فعلا بنموت. تمام. طب بتموتي ليه؟ خير في ايه؟ هقولك ليه. جبنة، انا مش هقول على اسم الشركة، تمام، بس هوريكوا شكل الحاجة اللي احنا جبناها. انا مش عايزة اوقف سوق حد، فعشان كده مش هقول على اسم الشركة. جبت حاجة من سوبر ماركت، تمام، وهوريها لكم دلوقتي. جبت حاجة من سوبر ماركت وعملت الاكل للولاد ومش عارف ايه تمام، وكلنا والحمد لله. بس عايزة اقول لكم، تاني يوم بنتي الصبح كانت، مش قادرة اقول لكم كانت عاملة ازاي، مغص، ومش قادرة من التعب اللي هي فيه. ورغم كده نزلتها المدرسة، قلت عادي مغص عادي، هديها شوية دواء كده للتقلصات ومش عارف ايه، ورحت منزلها المدرسة عشان كان عندها ايه امتحانات شهر. تمام. طب انت بتحكي لنا قصة حياتك ليه؟ انا مش بحكي لك قصة حياتي، انا بحكي لك عشان تاخدي بالك من الاكلات والحاجة اللي انت بتجيبيها من السوبر ماركت عشان خاطر ولادك. بس الفيديو ده والله العظيم انا مش هقولك حطي لايك ولا هقولك اشتركي في القناة ولا اي حاجة. انا كل اللي انا طالعة النهاردة اقول لكم على حاجة حصلت معايا ومع ولادي وجوزي، فقلت بصراحة اطلع برضك ايه اقول لكم عليها. احنا بقالنا اسبوع والله العظيم تعبانين جدا. طب ايه اللي حصل لكم؟ هقولك. المهم ايه، وديت بنتي المدرسة وبتاع، قلت لها خلصي الامتحان اللي عليكي، ولما تخلصي خلي الميس ترن عليا لو انت لسه تعبانة، ايه بابا يجي ياخدك من المدرسة. فالمهم البنت يعني ايه خلصت الامتحان وهي تعبانة جدا، ترجيع بقى ومغص ومش عارف ايه من بابا راح جابها من المدرسة، جاية يعني عمالة تعيط من التعب اللي هي شايفاه واللي هي فيه. خدتها بالليل ورحت للدكتور، الدكتور قال لي ايه دي نازلة معوية. تمام. واداني علاج وخلاص. برضو الترجيع ايه شغال، اكل ما فيش اكل بيتحط في بطنها خالص. والله العظيم والله العظيم عقبال ما جيت ببنتي من عند الدكتور كانوا ولادي الاتنين التانيين انا سايباهم في البيت بعيد عنكم، جيت لقيت الاتنين متكلفتين سقعانين ومش قادرين، ونفس اللي عند اختهم عندها. طب ايه يا جماعة خير في ايه وانتوا التلاتة مرة واحدة؟ طب ايه يا رب، خير يا رب ليه كده؟ تمام. مش معترضة، والله انا مش معترضة، بس الواحد بيقول الحمد لله على كل اللي احنا فيه. كل اللي احنا فيه خير من عند ربنا، خير من عند ربنا. تمام. المهم ولادي الاتنين برضو مغص وترجيع والدنيا كانت خربانة شوية. وجوزي اتصل بيا، انا تعبان برضو وبطني وجعاني وترجيع وسخونية ومش عارف ايه. ايه يا جماعة في ايه؟ بالليل بقيت انا كمان محصلة. جينا تاني يوم برضك تعبانين والعيال نفس الكلام. لا احنا كده شكلنا عندنا تسمم. ايه تسمم؟ طب تسمم من ايه؟ هقولك تسمم من ايه. هوريكي الاكلة اللي احنا جبناها واكلناها وبعدها حصل معانا اللي حصل. احنا جايبينها على اساس بانيه، تمام، عشان ما حدش يقول لي طب ما انت غلطانه رايحه جايبه ليه. انا جايباها على اساس ايه؟ بانيه. تمام.
هوريكم برضو، هوريكم شكلها، لكن انا مش هطلع اسم الشركة لان انا مش هوقف حال حد، بس ايه، انا هنصحكم ان المنتج ده اوعي اوعي بجد تشتريه. تمام. بصوا عارفين ده، استنى، شايفين الشكل ده؟ بيقولوا لكم بانيه. تمام. ده مش بانيه خالص خالص خالص، مش بانيه. ده ما نعرفش ايه اللي معجون جواه. ده ما فيهاش قطعة حتى من فراخ. ما تعرفيش ده بقى جايبين الدهون بتاعت الفرخة، السمين بتاع الفراخ اللي هو الجلد، جلد الفراخ مع حاجات تانية طحنينها مع بعضها. تمام. وايه، وعاملين للناس يقولوا لهم ايه، بانيه. انا واحدة من الناس جبته على اساس ده بانيه، عملته اكلنا احنا والولاد، بس ده مش بانيه يا جماعة، بس طعمه حلو. ما نعرفش ان في بعدها سواد، جنة تسمم. انا وولادي وجوزي والله العظيم جنة تسمم. انا بكلمكم والله والله العظيم والله العظيم، اول يوم النهاردة الحمد لله، فضل ورضا وبشكر ربنا كل شوية على اللي انا فيه انا وولادي. النهاردة اول يوم يا دوبك اقدر اقوم اقف. تمام. اول يوم النهاردة اقدر اقف، قلت لا انا لازم اول ما ربنا يكرمني وافوق كده واقدر اتكلم، انا لازم فعلا اصور للناس واعرفهم ان ده محدش يشتريه تاني. ده محدش يشتريه تاني يا جماعة، اوعوا تشتروه وتقولوا ده بانيه ونأكل العيال ومش عارف ايه. اوعي اوعي. انا عندي تجيبي نص كيلو بانيه او ربع كيلو بانيه يا ستي عشان الاسعار غالية، وتعمليها لولادك احسن ما نجيب السواد اللي احنا ايه بنشوفه ده. انا برضو لغاية دلوقتي مش عايزة اقول اسم الشركة، مع اني والله العظيم والله العظيم تعبنا جدا ونفسي بجد الشركة دي اعمل في اي حاجة، بس الحمد لله. اهم حاجة يا جماعة، بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، لو ولادكم غاليين عندكم ده ما يجب، اوعوا تجيبوه اهو. اوعي تجيبيه في يوم من الايام لولادك وتقولي ده بانيه. ده مش بانيه يا جماعة والله العظيم. هم عاملينه شكل البانيه، تيجي تقليه مقرمش من بره وجميل، لكن من جوه انت مش عارفة هو فيه ايه. طحنين الجلد بقى مع الأجنحة مع ايه مع ايه مع ايه، سواد يا جماعة والله العظيم، سواد سواد. تاكلي أكلة انت وولادك على أساس ان انت بتاكلي عادي أكلة حلو، تصبحي تاني يوم عندك تسمم انت وعيلتك كلها. ايه يا جماعة ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه الكفر ده؟ ايه الكفر ده؟ انت بتعمل حاجة للبشر يا جماعة، دي بشر اللي بتاكل الحاجات ده، مش حيوانات. يعني دي بشر اللي بتاكل الحاجات دي، مش حيوانات. اي حاجة اعملوها يلا واكلوهم. ليه ليه ليه؟ حرام والله العظيم اللي احنا فيه ده يا جماعة. خلي بالكم من الاكلات اللي انتوا بتجيبوها من بره، ويا ريت يا ريت. عارفين انا قلت ساعتها لولادي، عارفين الشيبسي انا مش هجيبه من بره. يعني قلت لولادي كده، الشيبسي احنا مش هنجيبه من بره، انا هعمله لكم في البيت. تمام يا جماعة، بالله عليكم اوعي تجيبي حاجة من الحاجات دي من الشارع ولا سوبر ماركت ولا الكلام ده كله. هاتي الحاجة انت واعمليها في البيت احسن، حتى لو ما طلعتش زي ده، حتى لو ما طلعتش بمقرمشة زي ما ولادك حابين والكلام ده، بس انت عاملة حاجة نظيفة. انت عارفة انت عاملة ايه، عارفة غسلها ازاي، عارفة منضفاها ازاي، عارفة انت حاطة فيها ايه. لكن ده احنا ما نعرفش ده فيه ايه مكوناته، ما تعرفيش. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وانا بشكر ربنا وبحمد فضله على النعم اللي هو انعم عليا بيها انا وولادي وجوزي، وقومنا من اللي احنا فيه بالسلامة. والله العظيم يا جماعة حرفيا والله 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 كمان مرة كنا بنموت. عارفين يعني ايه بنموت؟ عارفة لما تيجي قايمة مش قايمة من على السرير، نايمة مرمية في السرير وعمالة تتوجعي، جسمك وجعك، سخونية، ترجيع، معلش انا اسفة، اسهال. ايه يا جماعة ده؟ ايه ده؟ مش قادرة حتى تتحركي. ليه الكفر ده؟ كل ده عشان يجيبوا فلوس، يأكلوا الأكل للناس ما نعرفش ايه هو، عشان الفلوس. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.
انا قلت اطلع افكوا بالفيديو دون واقول لكم على التجربه بتاعتي اللي حصلت معايا. وبالله عليكم عشان خاطر ولادكم ما تجيبيش اي حاجه من بره، واعملي كل حاجه ببيتك، وباذن الله باذن الله احنا هنعمل كل حاجه باذن الله مع بعض. وان شاء الله هوريكم احنا هنعمل ايه باذن الله. كل الفيديوهات اللي نزلت الايام اللي فاتت دي، اليومين اللي فاتوا دول، دي انا كنت مصوراها من قبل كده. تمام. ادعوا لي بقى انا وولادي ربنا يتم شفانا على خير. اولادي عندهم امتحانات والله العظيم وتعبانين، بس الحمد لله احنا بنحمد ربنا كتير جدا 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 ان هو عدينا من المرحله اللي احنا كنا فيها. والله يا جماعه تعبنا جدا، تعبنا جدا بجد. خلي بالكم من ولادكم، وما تعمليش شهاد، ما تجيبيش اكل من بره تقولي نجيب مثلا مش عارف مين من السوبر ماركت ونعمله في البيت. لا، هاتي الحاجه واعمليها انت في البيت احسن. عارفه انت بتغسليها ازاي، نقعها في ايه، حاطه عليها ايه، مظبطاها بايه، كل حاجه انت عارفاها وبايدك انت، احسن ما تاكلي حاجه احنا مش عارفين فيها ايه. يعني اللي قدامك ده انا مش عارفه جواه ايه. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وادعوا لنا بالله عليكم. ويا رب، يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم. انا والله العظيم ما هقول لكم حطوا اي حاجه. انا كل اللي انا طالعه عشانه النهارده، انا طالعه فعلا فعلا اقول لكم يا جماعه اوعوا حد يجيب الحاجات دي وياكلها لاولاده. تمام. واعملي كل حاجتك في بيتك، وانا هعمل لكم، هنعمل مع بعض الحاجات دي في البيت احسن ما نجيبها من بره. يلا استنونا في فيديوهات تانية باذن الله. يلا اشوفكم على خير باذن الله.